الا كنتي كتعتقد بين بدلو جيم كاري بكلون، المشكل يمكن كاين في دماغك. انا كيعجبني بزاف جيم كاري، هو من احسن الممثلين ديال هوليوود ولعب في الفيلم المفضل ديالي. هي بصح الوجه ديالو تبدل بزاف، ولكن كمان راه عنده 64 عام وممثل في هوليوود، شرف وغالبا دار عمليه التجميل عادي. هذه ماشي اول مره الناس كيقولوا هذا الشيء على شي واحد مشهور، وفكرني في وحده من الحالات النفسيه الاكثر رعبا اللي سميتها وهم كابغرا. 1997 دي اس راجل برازيلي ديال 30 عام اللي جاتو باصابه دماغيه شديده مورا ما دار اكسيده بالطوموبيل عامين قبل. باش فاق من الكوما رجع الاغلبيه ديال القدرات المعرفيه ديالو، ولكن ولا عنده واحد التعامل في الشكل مع والديه اللي بدا كيخلعوهم. وباش يفهموا شنو واقع ليه داوه لعند الدكتور رامشاندران. دي اس كيعاود ليه: دكتور، ديك السيد كيشبه بزاف الوالد، ولكن راه هو غير نصاب. هو كيتعامل معايا مزيان، ولكن راه هذاك ماشي الوالد. باش كيهضر مع باه في التليفون، دي اس ما عمرو كيتعامل معاه كانه هو كلون، ولكن باش كيكون قدامه كيكون مقتنع بدون اي شك بان هذاك نصاب. باش دي اس كيشوف وجه باه، المعلومه البصريه كتمشي للفيجوال كورتكس، من بعد كتمشي للمنطقه اللي مكلفه بمعالجه ديال الوجوه، the fusiform face area. نورمالمون باش كنشوفوا وجه مألوف الاشاره كتمشي للاميغدالا، وكنحسوا بعاطفه، حب، ولفه، الراحه. ولكن عند الناس اللي عندهم وهم كابغرا كي بحال دي اس، هاد المرحله الاخرى ما كتوقعش. يمكن له يتعرف بوجه باه، ولكن ما كيحسش بالعاطفه اللي خصو يحس فاش كيشوفو. اي دونك دماغو كيقنعو بان لا ما حسيتيش هاد العاطفه يعني هذا ماشي باك. باش نرجعوا لجيم كاري، هو غير راجل اللي كبر في العمر، دوز بزاف ديال الحوايج في حياته، وغالبا غيكون دار خير شي عمليه تجميل. يمكن الناس اللي كيقولوا بان هو كلون غير ما حسوش بان هذا الوجه هو ديال نفس الراجل اللي ضحكهم في الصغر ديالهم. طلعوا.